السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفيديو جديد ووصفه جديده. وبما ان التفاح موجود في هذه الوقيته والثمن ديالو جد مناسب، ففكرت انني نشارك معكم طريقه التحضير ديال هذه الكيكه هذه اللي كتجي رائعه بزاف، كتجي لذيذه بزاف والشكل ديالها حتى هو كيجي رائع وبمقادير اللي هي بسيطه جدا وغادي تنجح معكم من اول مره غادي تصايبوها، وهي جد اقتصاديه وكتجي رائعه بزاف. التفاح كيجي معسل والكيكه كتذوب في الفم. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تكتشفوا معايا طريقه التحضير. وقبل ما نبداو، الى عجبكم الفيديو وحتى الى كانت كتعجبكم القناه فخليوا لي لايك وتعليق زوين من تعاليقكم، والناس اللي مازال ما مشتركينش فديروا اشتراك وتفعيل الجرس. ونبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. كنبدا في الاول بالتحضير ديال الكراميل. كناخذ واحد الكاسرونه اللي تكون واسعه شي شويه اولا واحد المقله، وكندير فيها كاس ديال السكر سنيده وعلى عافيه تكون هادئه جدا، وكنخلي داك السكر سنيده حتى كيذوب تماما عاد باش كنبدا نحرك الكراميل، وكنضيف عليه نص معلقه ديال الملحه وكنحرك مزيان حتى كتذوب ليا داك الملحه. وكنضيف معلقه كبيره ديال الزبده كنضيفها بالتدريج وانا كنحرك حتى كيذوب ليا النصف الاول ديال الزبده اللي ضفت، عاد باش كنضيف الكميه الثانيه. صافي من بعد ما اندمجت ليا داك الزبده مع الكراميل كناخذو وهو باقي سخون كنخويه في واحد القالب اللي غادي نطيب فيه الكيك ومفرش بورق الزبده. ضروري انكم تفرشوا الورق ديال الطهي القالب اللي غادي تطيبوا فيه الكيك ديالكم باش داك التفاح ما يلصق لكمش في القالب. وصافي كنوزع داك الكراميل بشكل جيد بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صافي دابا في هذه المرحله هذه غادي نوجد التفاح اللي غادي نستعمل في الكيك. كناخذ التفاح الحجم اللي بغيتو نتوما، يعني ممكن تستعملوا اي حجم ديال التفاح كان عندكم صغير او كبير، والكميه كتبقى على حساب الحجم ديال التفاح اللي استعملته. هنايا انا خديت 4 ديال التفاحات اللي استعملت في هذا الكيك هذا. غسلتهم مزيان وقشرتهم وحيدت لهم نقيتهم من داك العظام وكنقطعهم بهذا الشكل هذا على شكل شرائح. شوفوا معايا كنقطعهم بشكل طولي. صافي من بعد هنايا كناخذ داك التفاح كنستفو فوق داك الكراميل، كنستفو بهذا الشكل هذا وكنحاول انني نقادو مزيان بهذا الشكل هذا. كنوضع كل شريحه حدا اختها كما كتشوفوا معايا في الفيديو، وكنستمر حتى كنغطي القالب كامل وكنغطي داك الكراميل حتى هو بالتفاح بهذا الشكل هذا. وضروري انكم تغلفوا حتى الجوانب ديال القالب بالورق ديال الطهي باش تضمنوا ان الكيك ديالكم ما يلتصق لكمش وحتى التفاح ما يلتصق لكمش في القالب. صافي من بعد ما كنقاد التفاح كندوز باش كنحضر الكيك. كنحتاج 2 حبات ديال البيض كنديرهم في واحد الاناء وكنطربهم واحد شويه وكنضيف عليهم نص كاس ديال السكر سنيده. كنضيفه بالتدريج وانا كنطرب جيدا حتى كيذوب ليا داك السكر سنيده وكيتبدل ليا حتى اللون ديال البيض واحد شويه. ممكن تستعملوا غير الطراب اليدوي وتخلطوا جيدا حتى يذوب لكم داك السكر سنيده. صافي من بعد كنضيف 2 اكياس ديال سكر الفاني ونصف ملعقه صغيره ديال الملح وكنخلط مره اخرى جيدا حتى كيندمجوا ليا كاع المكونات مع بعضهم وكيذوب ليا داك السكر الفاني مع الملحه. وضروري انكم تستعملوا البيض يكون في درجه حراره المطبخ. وفي هذه المرحله هذه غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه حتى هي كنبدا نضيفها بالتدريج حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. وانا كنطرب جيدا طراب الكهربائي اولا ممكن كما قلت لكم نتوما تستعملوا غير الطراب اليدوي. صافي هنايا غادي نضيف نص كاس ديال الحليب وحتى هو غادي نضيفه بالتدريج وانا كنحرك جيدا حتى كيندمج ليا داك الحليب وداك المكونات جيدا. صافي من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق. هنايا عندي كاس ديال الدقيق الممتاز كنصفيه في واحد الصفايه. ضروري انكم تصفيو الدقيق ديالكم قبل ما تضيفوه للكيك هكا كيعطيكم نتيجه احسن. صافي وكنخلط داك الدقيق حتى كيندمج ليا مع الخليط عاد باش كنضيف نص كاس اخر ديال الدقيق حتى هو نفس الشيء كنصفيه جيدا وكنضيف عليه كيس ديال خميره الحلويات.
صافي كنخلط جيدا. وبما انه ما بغيتش الكيكه ديالي تجيني طالعه بزاف وتجيني بحال شي طاقط، داكشي علاش استعملت كيس واحد فقط ديال خميره الحلويات. وصافي كنخلط جيدا حتى ما كيبقاوش عندي اي حبيبات في الخليط. وبالنسبه لكميه الدقيق اللي خدا مني هذا الكيك هذا، فراه خدا مني كاس ونص ديال الدقيق في المجموع. وصافي كنخلط جيدا، ومن بعد كنضيف ملعقه كبيره ديال الخل. صافي كنخلط المكونات جيدا حتى كيندمج ليا داك الخل مع المكونات. وشوفوا معايا القوام ديال الكيك ديالكم كيفاش خاصو يكون، يعني الا كتبتوا به رقم 8 فراه خاصو يكون يبقى واحد شي شويه عاد باش كيختفي. صافي هنايا غادي ناخذ الخليط ديال الكيك وغادي نخويه فوق القالب والتفاح اللي كنت وجدت من قبل. وكناخذ واحد سباتيل بهذا الشكل هذا، كنحاول انني نوزع الخليط ديال الكيك بشكل متساوي باش هكا ما يجينيش داير قبه من الوسط ويجيني كله متساوي. وكنحاول انني نتخلص من داك الفقاعات اللي كيكونوا في الخليط. كنضرب داك القالب مع سطح العمل، وكندير هنايا واحد الصينيه في الفرن اللي كنكون مسخناه من قبل على درجه الحراره 180 درجه من الفوق ومن التحت. كنوضع فيها داك القالب ديال الكيك. وبالنسبه للوقت فراه كيبقى كل واحد على حساب الفران ديالو. صافي هنايا عندي من بعد ما طاب ليا الكيك ناخذ مني نصف ساعه. كناخذ القالب ديال الكيك وكنقلبوه فوق واحد الصحن، وكندهنوه بشويه ديال العسل. وممكن تستعملوا العسل اولا النباج اولا المربى، ممكن تستعملوا اي حاجه كانت عندكم. انا دهنته بالعسل وزينته باللوز افيلي اللي حمرته على نار هادئه من قبل. كنزينه من الجوانب فقط باللوز افيلي، وكنوضع هكا حبيبات ديال الكرز المجفف في الوسط باش كيعطيني واحد اللون زوين. وصافي هنايا الكيكه ديالي من بعد ما بردات كنقدمها. صراحه كتجي رائعه بزاف، تيقوني الا جربتوها فراه غادي تعجبكم. شوفوا معايا كيفاش كتجي، والمذاق حتى هو راه كيجي لذيذ بزاف. كتجي بحال كتاكلوا هكا شي طارط وكتجي كتذوب في الفم. والتفاح حتى هو كيجي معسل. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم الفيديو وديروا له لايك وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. ونتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده باذن الله.